مساء الخير، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في حلقه جديده من نوفيلا بي. كتاب النهارده يعتبر من اقوى واهم الكتب اللي قراتها في الفتره الاخيره، لانه بيتكلم عن فكره مهمه جدا كلنا بنحتاجها في حياتنا عشان نقدر نتطور ونتقدم. كتاب العادات الذريه للكاتب جيمس كلير. فكره الكتاب بسيطه جدا، وهي اننا ازاي نبدا عاده معينه، والفكره البسيطه دي هتنقلنا لخطط واستراتيجيات وعمليات مهمه جدا، ومهم اكتر ان احنا نطبقها في حياتنا. في افكار كتير في الكتاب تعتبر مكررة، ولكن ده ما يمنعش ان الكتاب فعلا مليان معلومات كتير، والمعلومات دي مش هتستوعبها كلها على مرة واحدة. عشان كده لازم كل فترة ان احنا نرجع له. الكتاب من اصدار منشورات الرمل، وعدد صفحاته 304 صفحة. وطبعا واضح ان الفيديو بتاع النهارده هيكون طويل شويه، فارجو ان انتوا ما تملوش مني، واتمنى ان انتوا تستمتعوا بالحلقه، واكون قدرت ان انا اوصل لكم الفكره بطريقه مبسطه. أولاً، يعني إيه أصلاً العادات الذرية؟ كلنا عارفين إن الذرة هي الوحدة الأساسية للمادة، وفي نفس الوقت هي أصغر وحدة فيها. يبقى العادة الذرية هي عادة صغيرة بنمارسها بشكل دوري، ومن خلالها بنقدر نوصل لأفضل النتائج. تأثير العادات البسيطة دي بيتراكم مع مرور الوقت. فمثلاً لو قدرت إنك تكون أفضل بنسبة 1% كل يوم، هينتهي بيك الحال وإنت أفضل بحوالي 37 ضعف بعد سنة واحدة بس. الفكرة هنا بقى إنك أصلا ممكن ما تلاحظش 1% ده كل يوم، لأنه تغيير بسيط جدا لدرجة إنه ما بيبقاش مهم لينا. فالوتيرة البطيئة دي هتتسبب في جعل العادات السيئة تتسلل ليك بسهولة. لكن لو قدرت إنك تستمر على التغيير البسيط ده في عاداتك اليومية على مدار الوقت، هتلاقي حصل التقدم المفاجئ اللي كنت مستنيه نتيجة تراكم العديد من العادات. وعلى فكرة، ده واحد من أهم الأسباب الرئيسية اللي بتخلي من الصعب بناء عادات تدوم. فالإنسان بيقوم بعمل تغيير بسيط، وبعدها بيفشل إنه يشوف ليه نتائج ملموسة وسريعة، فبيقرر التوقف. لكن عشان تحصل على فرق واضح، بتحتاج العادات دي إنها تدوم بما يكفي عشان تتجاوز المرحلة دي، واللي اسمها مرحلة القدرات الكامنة. وفي المرحلة دي انت بتكون قدرت خلاص انك تتجاوز عتبة حرجة، وبتفتح مستوى جديد في الأداء. يعني بتكون قدرت خلاص انك تتخطى المراحل الأولى والمتوسطة، وترسخت عندك جذور العادة. وبيوضح لنا الكاتب ان عشان نلتزم بالعادة مدة طويلة كافية لاجتياز مرحلة القدرات الكامنة، فاحنا محتاجين اننا نركز على الأنظمة أكتر من الأهداف، لأن الأهداف بتكون مرتبطة أكتر بالنتائج اللي انت عايز تحققها. فبمجرد ما تحقق النتائج دي، هتلاقي الكيرف بتاعك بيرجع يقل تاني، لأنك وصلت للي كنت عايزه خلاص. أما الأنظمة فهي مرتبطة بالعمليات اللي انت هتأديها عشان تحقق النتائج، وهو ده اللي بيحدد مقدار تقدمك. بمعنى إن الغرض من تحديد الأهداف هو الفوز، أما الغرض من بناء نظام هو الاستمرار. وفكرة بناء عادة قوية مش بتعتمد على نتائجها قد ما بتعتمد على النظام اللي هحطه عشان أقدر أوصل ليها. فاختصار القول هنا إنك لو عايز تحصل على نتائج أفضل، انسى أمر تحديد الأهداف وركز أكتر على نظامك. ولو كنت بتواجه صعوبة في تغيير عادات، فاعرف إن المشكلة في النظام اللي انت حاطه. ولكن عامة ليه بيكون من الصعب إننا نغير عاداتنا؟ ده بيكون لسببين. الأول وهو إننا بنحاول تغيير الأشياء الخطأ، مش الأشياء المطلوب تغييرها. مبدئيا كده انت عشان تغير سلوك معين، فده ليه 3 مستويات: تغيير النتائج، تغيير العمليات، وتغيير الهوية. تغيير النتائج ده معني أكتر بالمحصلة النهائية، زي الفوز بالبطولة أو فقدان الوزن، وده طبعا بيكون مرتبط بالأهداف اللي حطيتها لنفسك. أما تغيير العملية فده معني بتغيير العادات والأنظمة، زي إنك تنفذ نظام جديد للتدريب، وأغلب العادات اللي بنبنيها مرتبطة بالمستوى ده. أما تغيير الهوية فده معني بتغيير معتقداتك، نظرتك للعالم ولصورتك الذاتية، وأغلب المعتقدات والتحيزات مرتبطة بالمستوى ده. ولما الموضوع بيتعلق ببناء عادات تدوم، المشكلة بتكون إن معظم الناس بيبدأوا التغيير وهم مركزين على اللي هيحققوه، وده بيؤدي زي ما قلنا قبل كده لخلق عادات معتمدة على النتائج. أما البديل فهو نبني عادات معتمدة على الهوية، وهنا بنبدأ نركز على إيه اللي عايزين نكونه إحنا نفسنا. فكر في شخصين بيحاولوا يبطلوا تدخين. لما تعرض سيجارة على الشخص الأول فيقولك لا شكرا أنا بحاول أبطل تدخين، ده رد معقول من شخص ما زال بيؤمن إنه مدخن لكنه بيحاول يغير سلوكه.
أما الشخص التاني فهيقول لا شكرا أنا مش مدخن أصلا. اختلاف بسيط، بس العبارة دي بتشير إلى تحول الهوية، إنه بقى يوصف نفسه بإنه شخص مش مدخن أصلا. يعني نقدر نقول إن السلوك اللي مش متوافق مع ذاتك مش هيتكتب له الاستمرارية. وطبعا النقطة دي زي ما ليها جانب إيجابي ليها جانب سلبي كمان. زي مثلا لما بتيجي توصف نفسك على إنك شخص دايما بيتأخر، انت هنا أقنعت عقلك بكده، والعقل تقبلها كحقيقة واقعة، ومع الوقت هتبدأ تقاوم أفعال بعينها لأن ده مخالف على اللي انت عليه. وكل ما بتزيد عمق ارتباط الفكرة بهويتك بيكون من الأصعب تغييرها. وده بينقلنا لسؤال مهم جدا: لو كانت معتقداتك وهويتك بتلعب الدور المهم ده في سلوكك، فهي جت منين أصلاً؟ مبدئياً أنت مش بتتولد بمعتقدات مغروسة فيك، كل المعتقدات دي بتكتسب وبتتشكل من خلال خبرتك، وكل ما بتكرر سلوك معين بيزيد تعزيزك للهوية المرتبطة بالسلوك ده. فمثلا لو انت كل يوم بتتدرب، انت كده بتجسد هوية الشخص الرياضي. وعشان تقدر تكتسب هوية جديدة لازم الأول تحدد نوعية الشخص اللي انت عايز تكونه، وبعدها تثبت لنفسك ده بالمكاسب البسيطة. فلو انت مثلا عايز تكتب كتاب، فهتسأل نفسك مين الشخص اللي يقدر يبقى كاتب؟ على الأرجح هيكون قارئ كويس، عنده حصيلة لغوية كويسة، وهكذا. وبمجرد انك حددت نوعية الشخص اللي انت عايز تكونه، بتبدأ بقى تعمل خطوات بسيطة عشان تعزز ده في هويتك. والنقطة دي لازم تعرفنا هو ازاي أصلا بيتم بناء العادة. بناء العادة بيعتمد على 4 مراحل: الإشارة، الطوق، الاستجابة، والمكافأة. الإشارة هي معلومة بتنبئنا بمكافأة، فبتنبه الدماغ عشان يبدأ سلوك معين. الطوق هي القوة التحفيزية ورا كل عادة هنقوم بيها. الاستجابة هي العادة الفعلية اللي هنقوم بيها. وأخيراً الاستجابة هتؤدي إلى المكافأة، واللي هي المقصد النهائي لكل عادة. ويمكن تقسيم ال4 خطوات دول على مرحلتين: مرحلة المشكلة واللي بتتضمن الإشارة والطوق، ومرحلة الحل اللي بتتضمن الاستجابة والمكافأة. فمثلا انت صحيت من النوم وعايز تفوق وتصحصح، انت هنا في مرحلة المشكلة، فهتعمل فنجان قهوة وهتحس ساعتها باليقظة، ودي كده مرحلة الحل، وهيبقى شرب القهوة عندك مرتبط بالصحيان. وبالتالي لو فضلت تكرر ده كل يوم هتخلق عادة جديدة. لما اتكلمنا قبل كده عن ان تغيير عاداتنا امر صعب، ذكرنا السبب الاول وهو اننا بنحاول تغيير الاشياء الخطأ مش الاشياء المطلوب تغييرها. السبب التاني بقى هو اننا بنحاول نغير عاداتنا بالطريقة الغلط، وده اللي هنعرفه دلوقتي. في 4 قوانين أساسية لتغيير السلوك مرتبطين بمراحل خلق العادة. القانون الأول اللي هو الإشارة، محتاجين نبني عليه عادة أو سلوك، فلازم نسأل نفسنا إزاي أخلي الإشارة دي واضحة. القانون التاني الطوق، إزاي أخليه جذاب. القانون التالت الاستجابة، إزاي أخليها سهلة. القانون الرابع المكافأة، إزاي أخليها مشبعة. كل ما تعوز تغير سلوك لازم تسأل نفسك الأسئلة دي، وخلال فصول الكتاب الجاية هنتكلم عن قانون فيهم. القانون الأول اجعلها واضحة. واحدة من الأفكار المدهشة عن العادات إنك مش محتاج تكون واعي بالإشارة الخاصة بالعادة عشان تبدأ، لأن الدماغ البشري بيستوعب البيئة المحيطة بيه باستمرار، وكل ما بتتعرض لشيء مكرر دماغك بيبدأ يلاحظ الحاجة المهمة ويبرز الإشارات المرتبطة بيها. وبشوية تدريب هتقدر تبين الإشارات اللي بتنبئ بنتائج معينة من غير ما تحتاج إنك تفكر فيها، لأن الدماغ هتقوم بكل ده بطريقة أوتوماتيكية. ولكن ده كمان سلاح ذو حدين، لأن بدون وعي منك بتتسلل ليك كمان العادات السيئة. وعشان نحافظ على أكبر قدر ممكن من الوعي باللي احنا بنعمله فعلا، محتاجين نعمل حاجة اسمها بطاقة تسجيل العادات، وده تدريب بنعمله عشان نكون أكثر وعيا بسلوكياتنا. فبنعمل قائمة بعاداتنا اليومية، فمثلا بتصحى تمسك التليفون، تشرب قهوة، تستحمى، تنظف أسنانك، وهكذا. وتبدأ تحلل كل سلوك فيها وتسأل نفسك هل العادة دي كويسة ولا محايدة ولا مش كويسة أصلا. كل اللي انت محتاجه من التجربة دي هو انك ببساطة بتلاحظ ايه اللي بيحصل خلال يومك، وتعتبر دي أول خطوة لتغيير العادات السيئة. كمان من طرق جعل العادة واضحة هو انك تمنحها وقت ومكان محدد. فمثلا لو انت عاوز تتدرب، فهتقرر انك هتتدرب لمدة ساعة، الساعة 5 في صالة التدريبات. الشخص اللي بيحط خطة محددة الزمان والمكان لعادة جديدة على الأرجح بينفذها فعلا. كل اللي عليك انك تتبع الاستراتيجية دي: انا هأدي السلوك كذا في الوقت كذا في المكان كذا.
وهيساعدك كمان إنك تربط العادة الجديدة اللي انت عايز تعملها بعادة قديمة انت بتعملها فعلا، زي مثلا بعد ما اصحى من النوم واشرب القهوة هروح اتدرب على طول. ده كده اسمه تجديس العادات، وده بيزيد من احتمالية التزامك بإحدى العادات وبتشكل سلسلة من العادات المرتبطة. وما نقدرش طبعا ننكر تأثير البيئة كواحدة من أهم الأسباب الرئيسية في تشكيل العادات، لأن الجسم البشري بيمتلك 11 مليون مستقبل شعوري، 10 منهم مخصصين بس للإبصار، وده طبعا بيدينا نتيجة مهمة جدا، وهي إن الإشارات البصرية هي المحفز الأكبر للسلوك، وبسبب كده ممكن تغيير بسيط في اللي انت بتشوفه يكون ليه تحول كبير جدا في فعلك. فمهم جدا لما نكون عايزين نبدأ عادة جديدة نخلق ليها إشارات بصرية واضحة، زي مثلا لو عايز تبدأ تتدرب على الجيتار حطه في نص الغرفة بحيث إنه يكون في مستوى بصرك طول الوقت. وكمان لو عايز تبني عادة جديدة من الأفضل إنك تربطها في سياق جديد، فمثلا لو عاوز تتعود على القراءة ما تحاولش تقرأ في المكان اللي بتلعب فيه ألعاب فيديو، لأن ده هيساهم في تشتيتك أكتر. حاول تخلق للعادة الجديدة مكان جديد عشان تتجنب محاربة الإشارات القديمة. أما بالنسبة للقانون التاني من قوانين بناء العادات فهو اجعلها جذابة، بمعنى إنك لو عاوز تزود فرص حدوث سلوك معين فأنت محتاج تخليه جذاب. كلنا عارفين دور الدوبامين في حياتنا ومدى أهميته في شعورنا باللذة والمتعة، لكن اكتشف العلماء كمان إن الدوبامين مش بس بيفرز عند المكافأة، لا ده كمان بيفرز عند توقع الحصول عليها، لأن توقعنا ده اللي بيحفزنا على الفعل في المقام الأول. وبسبب كده بتلعب استراتيجية تجميع المغريات دور مهم جدا، وبتمثل الاستراتيجية دي في إننا نجمع ما بين فعل عاوزين نقوم بيه وفعل تاني محتاجين نقوم بيه. بمعنى لو انت مثلا محتاج تتدرب وفي نفس الوقت عاوز تتفرج على التلفزيون، فانت تجمع الاتنين مع بعض، ده هيخلي السلوك أكثر جاذبية بالنسبة ليك. وممكن برضو تجمع ما بين استراتيجية تجديس العادات وتجميع المغريات مع بعض، واللي هي بتكون إنك بعد العادة الحالية هتعمل العادة اللي انت محتاجها، وبعد العادة اللي انت محتاجها هتعمل العادة اللي انت عايزها. كمان ما نقدرش ننكر دور الأسرة والأصدقاء في تشكيل العادات، لأن الإنسان بطبعه بيحب يعيش في مجموعات بيحس إنه بينتمي ليها. ومن أكتر الأمور الفعالة اللي تقدر تعملها عشان تبني عادة جديدة هي إنك تنضم لثقافة بيكون فيها سلوكك المنشود هو السلوك الطبيعي. فمثلا لو عاوز تبدأ في القراءة حاول تنضم لنادي القراءة، إحساسك إن في شيء مشترك بينك وبين أفراد المجموعة بيعزز أكتر من ترسيخ العادة. أما عن القانون الثالث فهو اجعلها سهلة. مش كلنا عارفين إن في فرق بين الحركة والفعل، يبانوا زي بعض لكن الحقيقة إن في اختلاف كبير ما بينهم، لأنك لما بتكون في حالة حركة أنت بتخطط وبتتعلم، بس ده مش بيدينا أي نتائج ملموسة. أما الفعل فهو السلوك اللي بيؤدي إلى نتائج، ولو أنت عاوز تتقن عادة جديدة فالمفتاح بيتمثل في البدء مع التكرار مش استهداف الكمال. أنت محتاج تبدأ فيها وبس، مش محتاج تعرف كل تفاصيلها. يعني ممارسة العادة من أهم الخطوات اللي بتمكننا من ترسيخ عادة جديدة. وزي ما اتكلمنا عن إن تصميم البيئة بيعتبر من أكثر الطرق فاعلية لتقليل الصعوبات المرتبطة بالعادات، كمان استراتيجية الإضافة عن طريق التقليل من أهم الطرق الفعالة، ودي بتتمثل في إنك بتبحث عن كل نقطة بتمثل عائق في عملية الإنتاج وبتتخلص منها، ووقتها تتمكن من تحديد المزيد بجهد أقل. الهدف من كل ده هو إنك بتخلق بيئة بيكون عمل الشيء الصح فيها أسهل ما يكون، وفي النقطة دي هيساعدك قوي مبدأ ترجيع الشيء لوضعه الطبيعي. فمثلا بعد ما تحضر فطارك بتغسل الأطباق والمعالق وبترجعهم مكانهم، وبكده هيسهل عليك حياتك لما تيجي تستخدم المطبخ تاني. والعكس طبعا صحيح لو عاوز تصعب من ممارسة عادة سيئة، فمثلا لو بتتفرج على التلفزيون كتير حاول بعد ما تخلص مشاهدة تشيل فيشة التلفزيون خالص، أو كمان تشيل الحجارة من الريموت، أو إنك تنقل التلفزيون في حتة تانية خالص، بحيث إنك لو جيت تتفرج عليه دماغك هتدرك إن في جهد كبير هيحصل عشان تجيبه، فهتتجنب الفعل ده خالص، لأن الدماغ مصممة دايما على ممارسة الفعل الأقل مجهود. القانون الرابع وهو اجعلها مشبعة. إذا كانت الثلاث قوانين الأولى بتزيد من احتمالية حدوث السلوك، فالقانون ده بيزيد من احتمالية تكرار السلوك، لأنه من المرجح إننا بنكرر سلوكياتنا لو كانت التجربة دي مشبعة. وده أمر منطقي، لأن مشاعر المتعة اللي بنحس بيها أثناء التجربة بتقول للدماغ إن ده سلوك بيستحق التكرار.
بس المشكلة هنا إننا مش بندور على أي متعة وخلاص، لا إحنا بندور على المتعة والإشباع الفوري، لأن الدماغ دايما بتهتم بالحاضر أكتر من المستقبل. المشكلة المرتبطة بالعادات في الجزء ده إن دايما العادة السيئة هي اللي بيحصل لها إشباع فوري، بس النتائج النهائية بتكون سيئة، عكس العادات الحسنة. النتائج الفورية ما بتكونش ممتعة، بس النتائج النهائية جيدة. وقيس على كده مثلا التدخين، ممكن بعد 10 سنين يبدأ يظهر نتائج سلبية ليه، لكنه في اللحظة الحالية بيقلل من التوتر وبيشبع النيكوتين. ومعظم الناس عارفين إن تأجيل الإشباع هو الأصح، لكن من الصعب إن تكون دي المعلومة الحاضرة في ذهنك في اللحظات الحاسمة، لأن زي ما قلنا الدماغ دايما بتميل للمفاجآت الفورية، وأفضل طريقة لتحقيق ده هو استخدام التعزيز اللي بيربط عادتك بمكافأة فورية. والتعزيز بيكون مفيد جدا لما بنتعامل مع العادات السيئة. فمثلا الشخص المسرف لما يحاول يجيب بوكس ويكتب عليه مثلا موبايل جديد، وكل ما يحاول يشتري حاجة تافهة يحط فلوسه في البوكس ده بيعلي عنده الشعور بالرضا، خصوصا بعد ما يجيب الموبايل فعلا، لأنه خلى الامتناع عن الفعل مشبع في نفس الوقت. وفي النهاية مع ترسخ المكافآت الداخلية زي الحالة المزاجية الأفضل أو التوتر الأقل، هتصبح أقل اهتماما بانتظار المكافأة السنوية. كمان من أكتر الأنظمة اللي هتساعدك على المواظبة على العادات الحسنة هي تعقب العادات. تعقب العادات هو وسيلة بسيطة عشان تقيس بيها إذا كنت قمت بالعادة أو لأ، والصورة الأساسية ليه هي الحصول على تقويم ووضع علامة على كل يوم تلتزم فيه بروتينك المعتاد. وتعقب العادات مهم جدا لأنه بيخلي السلوك واضح وجذاب ومشبع، لأنه بيبني سلسلة من الإشارات البصرية اللي بتخليك متحفز للبدء، لأنك بتشوف دايما التقدم اللي بتحققه، ففي النهاية بتحس بالإشباع لأنك سجلت لحظة ناجحة. لكن في لحظة ما أكيد هتنقطع السلسلة اللي بتبنيها لعاداتك. إزاي نتعافى منها سريعا؟ إنك تفكر نفسك بقاعدة بسيطة جدا، واللي هي إياك والانقطاع مرتين. مش دايما الخطأ الأول هو اللي بيدمرك، لكن سلسلة الأخطاء المتكررة اللي بتتبعه هي اللي بتدمرك. ودي السمة الفارقة بين الناجحين والفاشلين. فأي شخص ممكن إنه يؤدي بشكل سيء، لكن الناجح هو اللي بيكمل العمل بسرعة ويبدأ في سلسلة جديدة. فمهم جدا إنك تلتزم بعاداتك حتى في أيامك السيئة، لأن دايرة كل شيء أو لا شيء اللي بتخلقها لنفسك والمتعلقة بتغيير السلوك مش أكتر من مشكلة بتمنعك من المواظبة على عاداتك. بس في نفس الوقت قدرتك على قياس الشيء أو تعقبه ده مش أهم حاجة، لأنك ممكن أصلا تكون بتتعقب الحاجة الغلط، زي إنك تركز على المذاكرة لعدد ساعات كتير بدل من إنك تذاكر كويس. فمهم جدا في النقطة دي إنك تحط عملية تعقب العادات في إطارها الصحيح. وكمان مهم قوي إنك تستمر حتى لو كنت حاسس بالملل، لأن التهديد الأكبر للنجاح مش الفشل وإنما الملل، لأننا بنحس بالملل من العادات لأنها بتتوقف عن إسعادنا، لأن النتيجة بتبقى متوقعة. فلازم تكون عارف إنك عمرك ما هتندم لو اتدربت، لكن هتندم جدا لو ما خلصتش تدريبك. والطريقة الوحيدة اللي تقدر بيها إنك تعمل نفس الفعل مرارا وتكرارا هو إنك ببساطة تحب الملل. في النهاية ما ينفعش نقول إن تغيير واحد بسيط هيغير حياتك، لأن مش تغيير واحد مقداره 1% هو اللي هيحسنها، ولكن الآلاف من هذه التحسينات، مجموعة من العادات الذرية اللي هتتراكم وهتوصلنا لنتائج مدهشة.